العربي يتضمن رابطا لموقع آخر نشر شريطا نسب لما يسمى بتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي يقرر قاضي التحقيق تمتيعه بالسراح المؤقت، وهو ما اعتبرته اللجنة انتصارا على الاستبداد والظلم الذي لحق هذا الصحفي، لكنها تعتبره أيضا قرارا ناقصا وجزئيا، لأن المتابعة لا زالت قائمة والتهم الملفقة له لم تسقط بعد. لهذا قررت اللجنة استمرارها في الوقوف إلى جانبه ودعمه إلى حين توقيف المتابعة ضده واسترجاعه لحريته كاملة بما فيها حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي المستقل. إن اللجنة وهي تعبر عن اعتزازها بالحملة التضامنية الوطنية والدولية الرائعة وغير المسبوقة المساندة لعلي أنوزلا، وتحيي كل من ساهم في إنجاحها وكل من طالب بإطلاق سراح علي منذ أول يوم من اعتقاله اقتناعا ببراءته من كل التهم المنسوبة إليه، فإنها في نفس الوقت تدعو كل المتضامنين والمتضامنات أشخاصا وهيئات إلى اليقظة ومواصلة التعبئة في المراحل المقبلة من التحقيق إلى حين توقيف المتابعة واسترجاع علي لحقوقه كاملة كمواطن وصحفي. إن كل هيئات والشخصيات الوطنية وكل إننا كلجنة مشكلة من العديد من المواطنين والمواطنات، من العديد من المناضلين والمناضلات وشخصيات وطنية وأكاديمية وفنانين ومثقفين قربوا 1000 عضو آمنوا ببراءة علي أنوزلا من أول يوم تم اعتقاله وطالبوا بإطلاق سراحه دون قيد أو شرط. فإننا كلجنة نجدد إدانتنا للتصريحات اللامسؤولة للعديد من المسؤولين السياسيين ومن ضمنهم مسؤولين حكوميين وأقلام صحفية ومواقع إلكترونية التي أدانت الصحفي علي أنوزلا حتى قبل تقديمه أمام القضاء، ومنها من توجه إلى المساندين لعلي بشتى أنواع السب والقذف والتشكيك في محاولة لإضعاف الحملة التضامنية الوطنية والدولية التي واكبت اعتقال أنوزلا. إن مبادرة اللجنة وكل ما اتخذته من إجراءات وعبرت عنه من مواقف هو نضال مبدئي من أجل حرية الرأي والتعبير والإعلام، من أجل إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جنح الصحافة ورفع الحصار والتضييق على الصحفيين والمنابر الإعلامية وإنهاء هيمنة الدولة على الإعلام العمومي. وهو نضال أيضا ضد توظيف القضاء وللانتقام من الصحافة والصحفيين الذين يتشبثون باستقلاليتهم وبمهنيتهم وبنبل رسالة الصحافة والإعلام، كما هو أيضا نضال إلى جانب الحركة الحقوقية المغربية ومختلف القوى الحية بالبلاد الرافضة لقانون الإرهاب والمطالبة بإلغائه. وستستمر اللجنة التي رفعت اليوم شعار لا لقمع الصحافة الحرية أولا وأخيرا في نضالها من أجل جعل حد لسياسة الدولة التي تترصد الأقلام الحرة والمنابر الإعلامية الجريئة، سياسة التضييق والحصار التي تستهدف خنق الصحافة الرافضة للخضوع والخنوع والرافضة للخضوع للرقابة الذاتية وللخطوط الحمراء، جعل حد إذن لهذه السياسة التي تعرف بقمع البعض لترهيب الجميع. فمن يدافع على حرية أنوزلا فعلا عليه الدفاع عن حرية الرأي والتعبير والإعلام والوقوف ضد الاستبداد الذي كان سببا في اعتقاله. فأنوزلا ما هو إلا ذلك القلم الحر الذي عبر عن آرائه ومواقفه بكل جرأة، مستعملا لغة صحفية راقية في احترام تام لأخلاقية مهنة الصحافة. فأنوزلا اليوم لما كان معتقلا واليوم رمز لما تتعرض له الصحافة والصحفيين من ترهيب ومحاولة الاحتواء والإدلال. لهذا فإن اللجنة تؤكد استمرارها في النضال من أجل حرية الصحافة والصحفيين وتخبر بهذه المناسبة وتدعو الجميع أنها تستمر في برنامجها، تدعو الجميع للمشاركة في الوقفة المساندة لعلي أنوزلا التي ستنظم يوم الأربعاء 30 أكتوبر الأربعاء المقبل على الساعة 10 صباحا أمام المحكمة أو ملحقة محكمة الاستئناف بسلا بمناسبة الجلسة الثانية لتقديم علي أنوزلا أمام قاضي التحقيق.
فتحية للجميع وشكرا لكم على حضوركم اليوم ومساندتكم.